السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عودة من جديد، عودا حميدا وباك تو سكول، وكل سنة وحضراتكم طيبين. المدارس خلاص بدأت. تعالوا مع بعض كده اوري لحضراتكم السبلايز بتاعت اولادي. اللي ما يعرفش يعني ايه السبلايز، اللي هي ادوات المدرسة او الطلبات اللي بيطلبوها المدرسين من الاولاد في المدرسة. تمام. يلا كده بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. انا جبت معايا حاجات تكفيهم السنه دي والسنه اللي جايه كمان، علشان خاطر كل مدى الاسعار في الطالع، والاسعار طبعا يعني احنا عارفين الحاجه لما بتزيد سعرها ما بيرجعش ينزل تاني. جبت معايا كده كشاكيل سلك للبنوته عندي، علشان خاطر البنوته في 6 ابتدائي زي ما حضراتكم عارفين. جبت معايا كشاكيل السلك دي، جبت مجموعه كده حلوه وتشكيله حلوه كده ومميزه. كان سعر الكشكول الواحد اللي هو ال 80 ورقه كان السعر بتاعه 30 جنيه، والكشكول اللي هو ال100 ورقه كان سعره 35 جنيه. تمام. انا طبعا جايبه تشكيله كبيره جدا، فهحاول اذكر لكم الاسعار اللي انا فاكراها تحديدا. تمام. ممكن حضرتك لو نزلتي العتبه او الفجاله، انا اعرف يعني تقريبا في ناس بتروح الفجاله بتجيب من المصدر او المنفذ اللي بيوزع للمكتبات، بيكون الاسعار فيها اقل من كده بكتير. لو حضرتك حابه ان انت تنزلي، بس الصراحه انا ما كانش عندي وقت ان انا انزل، وكمان علشان خاطر اولادي معايا فمش هينفع ان انا انزل الف بيهم والدنيا هتكون زحمه جدا. فاختصرت وجبت من المكتبه اللي جنب البيت عندي. فدي كانت الاسعار زي ما بقول لحضراتكم كده. الكشكول السلك الكبير دوت كان 80 ورقه، والورق بتاعه حلو جدا. كان سعره 30 جنيه، والكشكول ال100 ورقه كان سعره 35 جنيه. تمام. الكشكول اللي في ايديا دوت حضراتكم شايفينه دوت 150 ورقة. الكشكول دوت كان سعره 50 جنيه. تمام. وجبت برضو كشاكيل معايا صغيرة كده، قلت برضو علشان خاطر يعني الولد وكده ابقى جايبه له شايله له برضو احتياطي. يعني ان زي ما عارفين الاسعار كل مدى بتزيد، فاكون عامله حسابي واركن برضو شويه كشاكيل كده على جنب، حين ما الاولاد يحتاجوها في اي وقت. طبعا انا بدي دروس في فتره الاجازه بتاعه الدراسه، فيكون برضو موجود عندي احتياطي بدل ما اضطر ان انا انزل اشتري تاني. الكشاكيل الصغيره ديت كان سعر الكشكول الواحد 25 جنيه، كان 80 ورقه برضو. تمام. والكشكول الصغير اللي هو الحجم الصغير دوت زي ما حضراتكم شايفين اللي هو ال100 ورقه كان سعره 30 جنيه. تمام. يعني بيقل حاجات بسيطه عن الكشكول اللي هو الحجم بتاعه كبير. طبعا بيكون هو نفس عدد الورق، بس بيكون دوت كبير وده بيكون صغير. تمام. جبت معايا برضو تشكيله حلوه كده، يعني جبت برضو معايا للبنوته اللي هم الخمسه اللي هو اللي هم إلسا وانا دول، عشان هي بتحب الرسومات دي. فانا حبيت اجيب لها اللي هي يعني هتحب ان هي تستخدمهم ان شاء الله. اهم حاجه ناخد الكشاكيل الورق بتاعها يكون حلو جدا، يعني يقدر يعيش معانا. طبعا زي ما احنا عارفين ان الاطفال في ابتدائي بيستخدموا كل شويه القلم الرصاص والاستيكه، فان احنا نجيب حاجه الخامه بتاعتها والنوعيه بتاعتها كويسه هتعيش معانا فتره طويله. تمام. جبت معايا برضو الكشاكيل اللي هي الدبوس اللي هي الطويلة اللي عليها الورد ديت، جبت منها 3، كان سعر الواحد فيهم 20 جنيه. كانوا الواحد فيهم كان تقريبا 80 ورقة. جبت الواحد فيهم كان سعره 20 جنيه. تمام. جبت معايا برضو الكشاكيل اللي هي بتاعت الولد اللي هي بتاعت اولى ابتدائي ديت، اللي هي المسطرة قصدي عفوا ال9 تستر. وجبت معايا المربعات. وجبت معايا برضو اللي هي الانجليش، كان سعر الدستة بتكون شكلين. سعر الدستة الكشكول الواحد فيها كان 56 ورقة، هما بيقولوا 60 ورقة بس هو 56 ورقة. كان سعر الدستة ال10 كشاكيل ب75 جنيه. بس النوعية بتاعته حلوة جدا، اللي هي زي علاء الدين دي طالعة جديدة بس اسمها حسام الدين او الحسام حاجة زي كده. هي النوعية بتاعت الورق بتاعها زي ما موضح قدام حضراتكم كده على الشاشة. النوعية بتاعتها حلوة جدا. طبعا الطفل اللي بيكون لسه في اولى ابتدائي او تانية ابتدائي ده بيستخدم القلم الرصاص باستمرار والاستيكة زي ما احنا عارفين. يعني فتقريبا كده يعني لو النوعية بتاعة الورق مش حلوة هتتقطع معاه بسهولة، يبقى احنا موفرناش حاجة. ان احنا نجيب ورق النوعية بتاعته مش حلوة احنا موفرناش حاجة، الكشكول مش هيعيش معاه وهنضطر ان احنا نشتري كشكول تاني. تمام. فان انت تجيبي للطفل الصغير الكشكول بتاع المدرسة النوعية بتاعته حلوة جدا، ده هيوفر معاكي كتير. تمام. جبت معايا 4 دست من اللي هي بتاعه الولد ديت. جبت معايا مربعات و9 تستر وانجليش. وجبت معايا مسطر. جبت معايا 4 دست زي ما قلت، الدستة كان سعرها 75 جنيه، فيها 10 كشاكيل. وبرضو جبت معايا المقلمات ديت زي ما حضراتكم شايفين، المقلمة الواحدة كان سعرها 25 جنيه. جبت واحدة للولد وواحدة للبنت، هي بسوستة زي ما حضراتكم شايفين كده على شكل القلم الرصاص، حلوة جدا. برضو جبت الرسومات اللي كانت متاحة دي وعجبتني جدا. جبت معايا برضو الاقلام اللي هي الجليتر ديت علشان خاطر البنوتة عندي والانشطة اللي بياخدوها في المدرسة.
الباكت دوت فيه العلبة دي فيها 12 قلم. تمام، كان سعرها 75 جنيه. تمام. اللي هي الجليتر ديت حلوة جدا، وبتكون برضو ليها ريحة، يعني البنات بيحبوا يستخدموا الحاجات ديت في الأنشطة وفي الرسومات. وعلشان ما زعلش برضو الكابتن مودي طبعا عشان هو لسه في اولى ابتدائي، فعشان ما يزعلش جبت له برضو 4 اقلام جليتر، برضو كان سعر الواحد فيهم تقريبا 5 جنيه، يعني هي تقريبا 3 ونص او 5 جنيه تحديدا، مش فاكرة بالظبط السعر كام. والاقلام ديت كانت موجوده عندي بصراحه، يعني كان موجود عندي اقلام اللي هي الجاف ديت، فما اشتريتش كتير بصراحه اقلام جاف، دول كانوا موجودين عندي. تمام. فجبت لها اقلام تانية اللي حضراتكم شايفينها معايا ديت، علشان خاطر طبعا البنت عندي 6 ابتدائي بتكتب باقلام جاف، فجبت لها زي ما حضراتكم شايفين كده الاقلام دي. القلم الواحد ده كان سعره حوالي 5 جنيه، ما عدا الحبر تقريبا كان سعره حوالي 7 ونص. تمام. انا جبت لها معايا يعني تشكيله كده متنوعه من كذا نوع، كان سعر الواحد 5 جنيه، بس الحبر هو اللي كان ب7 ونص. وجبت معايا برضو الاقلام الرصاص ديت، النوعيه بتاعتها حلوه جدا زي ما حضراتكم شايفين معايا. جبت القلم الواحد كان سعره 5 جنيه، كان موجود الاقلام اللي هي العاديه اللي كان سعرها 4 جنيه و3 جنيه، بس الصراحه ما حبيتهاش، انما النوعيه ديت حلوه جدا. السعر بتاع الواحد فيهم كان 5 جنيه. جبت معايا حوالي 10 اقلام، ما جبتش معايا كتير لان كان متاح عندي من السنه اللي فاتت، يعني تشكيله كده زي ما حضراتكم شايفين دي كانت متوفره عندي من السنه اللي فاتت. تمام. بعد كده جبت معايا برضو زي ما حضراتكم شايفين الاقلام اللي هي الكوريكتور. الاقلام ديت اللي بيستخدموها علشان خاطر لو مثلا حد كتب بقلم جاف وعايز مثلا يمسح الخطأ اللي هو يعني غلط فيه بالقلم الجاف، طبعا زي ما احنا عارفين الاقلام الكوريكتور دي بتحذف اللي هي الخطأ اللي بيعملوه بالقلم الجاف. تمام. انا جايباهم للبنوته عندي علشان خاطر تستخدمهم برضو في المدرسه. وجبت معايا برضو الاقلام ديت اللي هي بتعمل الظلال على الكتابة او على العناوين، مكتوب عليها سبوت لاينر، كان سعر الواحد فيهم 10 جنيه. وجبت معايا برضو المسطرات ديت، المساطر ديت كان سعر الصغيرة دي 5 جنيه، والكبيرة كان سعرها 10 جنيه. تمام. طبعا الصغيرة دي كانت عندي من السنة اللي فاتت، والكبيرة ديت جبت واحدة للبنوتة وجبت واحدة للولد علشان خاطر يبقى زيه زي اخته، يعني الكبيرة دي كان سعرها 10 جنيه. وجبت معايا برضو البرجل دوت علشان البنوتة عندي هتستخدمه السنة دي، كان سعره بالقلم بتاعه 10 جنيه، بس القلم بتاعه مش عارفة الكابتن مودي ابني وداه فين. تمام. وجبت معايا برضو البراية ديت، انا الصراحة ما بستخدمش البرايات كتير، يعني انا بفضل ان انا ابري معايا بالموس بتاع البراية، يعني عشان ما يقصفش معايا القلم الرصاص، فجبت براية واحدة بس وعندي واحدة تانية جوه، كان سعر البراية ديت 5 جنيه. تمام. وجبت برضو معايا الدباسة زي ما حضراتكم شايفين، الدباسة ديت كان سعرها حوالي 30 جنيه، طبعا بتيجي كده زي ما حضراتكم شايفين من غير الدبابيس بتاعتها. الدباسة طبعا بيكون متاح منها مقاسات، وكل مقاس بيكون ليه سعر، دي سعرها كان 30 او 35، طبعا بتيجي من غير الدباسات زي ما حضراتكم شايفين، لسه هجيب لها دباسات. تمام. جبت برضو معايا الاستيك ديت، الاستيكة ديت كان سعر الواحدة فيها 7 ونص تقريبا، يعني 7 ونص او 8 جنيه، مش فاكرة تحديدا سعرها، بس حبيتها جدا علشان دي زي بتاع الزمان اللي احنا كنا بنستخدمها في المدارس واحنا صغيرين. جبت برضو معايا للاولاد الاستيك ديت اللي هي الالسون، طبعا غنية عن التعريف، طبعا الماركة بتاعتها حلوة جدا، والخامة بتاعتها حلوة ونضيفة جدا، ومش يعني مش عشان خاطر اللون بتاعها اسود يبقى هي بتبوظ الكشاكيل، لا خالص اطلاقا، النوعية دي حلوة جدا، كان سعر الاستيكة الواحدة 10 جنيه. جبت معايا 5 استيكات بالظبط زي ما حضراتكم شايفين. تمام. وجبت برضو معايا للبنوته الاستيكه اللي هي الفابريك كاسل ديت، كان سعرها 15 جنيه تقريبا او 20 جنيه، لان حجمها كبير. وجبت برضو معايا الاستيكه ديت زي ما حضراتكم شايفين اللي هي بتكون عامله زي الجل ديت، سعرها كان حوالي 10 جنيه، جبت واحده برضو منها. تمام. وجبت معايا برضو شويه من الاستيك اللي حضراتكم شايفينها ديت، اللي هي بتكون زي بتاعه زمان كده، بتاعه المدارس اللي كنا بنستخدمها واحنا صغيرين، كان سعر الواحدة فيهم حوالي 3 جنيه ونص او 4 جنيه، جبت منهم شوية برضو حلوين كده، يعني ما حصلوش حوالي 8 استيكات او 10، مش فاكرة تحديدا، بس هي بتكون ليها ريحة وحلوة جدا برضو، خفيفة على الورق بتاع الكشاكيل. طبعا الاستيك ديت كانت متاحة عندي من السنة اللي فاتت، فانا ما جبتش يعني ايه دول من السنة دي، لا دول كانوا موجودين عندي من السنة اللي فاتت من البنوتة وهي في المدرسة. طبعا ما ينفعش ننسى طبعا اهم حاجة طبعا اللي هي الفلاسك او الزمزمية، طبعا بيطلعوا اختراعات جديدة، طبعا طول عمرنا عارفين ان اسمها زمزمية وبتتملي مية، بس هم السنة دي طلعوا عليها الاسم جديد اللي هو الفلاسك اللي بتتملي وورر، معرفش ازاي.
طبعا طول عمرنا بنستخدم الزمزمية في المدرسة واحنا صغيرين. انا جبتها للاولاد علشان خاطر طبعا ديت يعني لسه نازلة جديدة، الازايز السيليكون دي، فعجبت الاولاد جدا، وشايفة اولاد كتير جدا يعني بيشتروا منها للمدارس. كان سعر الازازة الواحدة 20 جنيه، بس عشان انا الصراحة فصلت مع البياع وخدت منه التلاتة ب50 جنيه. هو كان ماسك ان التلاتة يعني يدوهم لي ب60 جنيه، وبيقول لي في ناس بتبيعها ب25، الله اعلم، بس انا خدت منه التلاتة ب50 بدل 60. تمام. طبعا نيجي برضو لأهم حاجة، يعني تاني أهم حاجة، وهي اللانش بوكس. طبعا اللانش بوكس بتاعنا يعني اللي احنا متعودين عليه هي الأكياس البلاستيك، مش هنختلف عليها. أنا جبت قبل كده اللانش بوكس اللي هي العلب ديت بس بتروح من أولادي في المدرسة، يا إما بتضيع منهم يا إما بتتكسر، فبصراحة يعني حرمت إن أنا أجيبها، بقيت أجيب معايا بقى الأكياس البلاستيك. طول عمرنا متربيين عليها ومتعودين عليها، ومفيش أحسن منها طبعا. لما بقى احب اروقهم كده يعني وادلعهم كده واروق عليهم، بديهم من اللي هي الاكياس دي زي ما حضراتكم شايفين، اللي هي بتتقفل دي، اللي هي بتتقفل بالقفل دي وبتتفتح تاني. طبعا دي بتكون لاكتر من استخدام، بس انا بحب استخدمها لهم مره واحده مش اكتر من كده. الاكياس البلاستيك طبعا بيكون سعر الربع كيلو فيها حوالي 20 جنيه، يعني من 20 ل25 على حسب البياع اللي حضرتك بتشتري منه. انما النوعيه التانية ديت اللي هي بقفل دي الصراحه مش فاكره سعرها عشان كانت عندي بقالها فتره. تمام. فلما بحب ان انا ادلعهم كده واروق عليهم، بديهم من اللي هي بتتقفل وبتتفتح دي، بياخدوا معاها فيهم الساندوتشات بتاعتهم وهم رايحين المدرسه. وطبعا جبت طبعا زي ما حضراتكم شايفين الشنط بتاعه المدرسه، طبعا دي من الحاجات الاساسيه اللي لا غنى عنها تماما. اكيد يعني مش هيروحوا برضو كمان المدرسه وماسكين الاكياس البلاستيك في ايديهم فيها السندوتشات وفيها الكتب. طبعا مفيش غنى ابدا عن الشنط المدرسيه، وطبعا الاسعار بتاعتها السنه دي مولعه نار، يعني ربنا يعين كل رب اسره عنده 4 اطفال او 3 اطفال او حتى طفلين في المدرسه. طبعا سعر الشنطه ديت كانت عامله 350 جنيه، انا واخداها من الراجل ب 350 جنيه. شفت ناس تانية للامانه بتبيعها ب 400 جنيه، بس طبعا علشان خاطر المحل دوت انا كنت بشتري منه للبنوته على طول، فخدت الشنطه دي منه ب 350 جنيه. تمام. الصراحه ما حبيتش ان انا افاصل معاه، لان هو بيقول لي سعر من الاخر، يعني علشان عارف ان انا ما بحبش افاصل معاه. بس الخامة بتاعتها بصراحة تستاهل المبلغ اللي اتدفع فيها، لان هي خامتها حلوة جدا، وتتحمل حتى كمان ان انت تغسليها في الغسالة، وبتعيش معاكي فترة. يعني انا عايزة اقول لكم ان هي مع المحافظة ممكن تعيش مع الطفل 2 و3 كمان، لان الخامة بتاعتها والجودة بتاعتها حلوة جدا. وزي ما حضراتكم شايفين كذا سوستة ما شاء الله عليها، بجد تستحمل مع الطفل كتير. جبت برضو معايا هنا للبنوتة الشنطة ديت، طبعا الماركة بتاعتها كات زي ما حضراتكم شايفين. فيها برضو المقلمة الصغيرة اللي بره ديت، البنوتة عندي بتحط فيها الموبايل وبتحط فيها المفاتيح بتاعتها والمصروف. طبعا علشان خاطر هي لما بتكون جاية من المدرسة بتفتح البوابة بتاعة العمارة، فبتكون حاطة فيها المفاتيح والموبايل والمصروف بتاعها وهي رايحة المدرسة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الخامة بتاعتها من جوه، الخامة عبارة عن قطيفة ومبطنة وحلوة جدا، والسوست بتاعتها ما شاء الله يعني جميلة جدا. وفيها برضو السوستة الكبيرة برضو زي بتاعة الولد، سوستتين قافلين على بعض. الخامة بتاعتها حلوة جدا وجميلة جدا، وبرضو مش خسارة فيها المبلغ اللي اتدفع فيها. الشنطة ديت كانت عاملة 450 جنيه، وشفت ناس تانية بتبيعها برضو ب500 جنيه. تمام. انا جايباها من نفس المحل اللي اشتريت منه الشنطة بتاعة الولد. تمام. حلوة جدا، وبجد يعني شفت برضو ناس كتير شاريين زيها السنة دي، فهي زي ما تقولوا كده طالعة موضة او طالعة ترند، فالبنات كلها بتحب الالوان دي وبتحب الاشكال دي. تمام. ما شاء الله حلوة جدا، وتعيش مع البنوتة كمان لغاية لما توصل اعدادي ان شاء الله بامر الله. خامتها حلوة جدا وقماشتها كمان حلوة جدا، وتتحمل الغسيل، تتحمل برضو ان هي تنزل وتطلع بيها وتروح بيها المدرسة تروح بيها الدرس. حلوة قوي قوي بجد والله العظيم، ومش خسارة فيها المبلغ اللي اتدفع فيها. وزي ما قلت كان سعرها 450 جنيه. تمام. ده الجيب الصغير اللي هو عامل زي مقلمة فيها دوت، اللي بالبنوتة عندي هتحط فيه الموبايل وهتحط فيه برضو المفاتيح بتاعتها والمصروف بتاعها ان شاء الله. تمام. وطبعا علشان الحاجة بتكون غالية جدا وكل سنة الاسعار اعلى من السنة اللي قبلها، فنشتري حاجة حلوة تعيش مع الولاد سنين وسنين وتتحمل كمان. تمام. يعني حاجة تعيش كده معاهم وما تستخسروش فيها الفلوس اللي بتدفع فيها مادام تمنها موجود فيها، يعني زي ما بيقولوا كده الغالي تمنه فيه. طبعا دي الكتب بتاعه الصف الاول الابتدائي بتاعه سنه اولى ابتدائي، انا رحت استلمتها للولد، وطبعا دفعت له المصاريف علشان خاطر لازم يتثبت قيد في المدرسه عن طريق دفع المصاريف. انا ولادي في مدارس حكومه مش في مدارس خاصه. جبت لهم الكتب بتاعتهم سنه اولى المصاريف بتاعتها كانت 325 بتدفع في البوسطه، وسنه 6 برضو نفس السعر تقريبا او 320، يعني فرق حاجه بسيطه خالص.
وبرضو بتدفع في البوسطة بصورة شهادة الميلاد. بياخدوا الرقم القومي وبيطلعوا لك الايصال. لازم تروحي تدفعي المصاريف في البوسطة وتودي الايصال يتحط في الملف بتاع الطفل في المدرسة. تمام. طبعا هما بياخدوا عربي وبياخدوا الكونكت اللي هو بتاع بريماري 1، وبياخدوا دين، وبياخدوا اللي هي الاكتشف دي او الديسكفر دوت، بيكون فيه الكراسة بتاعة الرياضيات، وبيكون الكتاب بتاع اكتشف ده اللي هو الديسكفر ده بيكون للترمين. تمام. والكتاب بتاع القيم واحترام الاخر اللي هو بيعلمهم يحترموا الناس اللي هم الفئة اللي هي ذوي الهمم. تمام. عشان خاطر طبعا يعني بيساعد على عدم التنمر، بيكون برضو الكتاب دوت للترمين. اما بالنسبة لكتاب العربي وكتاب الكونكت وكتاب الدين، دول بيكونوا الترم واحد، يعني كل ترم هيستلموا 3 كتب من دول. تمام. بعد كده جبت معايا الفوم اللي هو الجليتر دوت، جبت معايا تشكيلة كده والوان منه يعني كتير، علشان خاطر طلبوا مني برضو في المدرسة للولد، علشان خاطر تنمية مهارات وكده، وبيعملوا بيه انشطة حلوة جدا، وبرضو الاولاد هيستفيدوا منها ان شاء الله. كان سعر الفوم الواحد اللي هو الظهر بتاعه بيلزق ده، كان سعر الواحد فيه حوالي 8 جنيه، انما اللي هو الظهر بتاعه ما بيلزقش كان سعر الفوم الواحد 5 جنيه. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وكومنت قمر كده زيكم، واسيبكم بقى مع الكواليس ان شاء الله. باي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوسوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله عشان بكرة المدرسة. باي. صحابك جداد اشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. عاملين ايه يا حبايبي؟ اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وزر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله. باي باي.